إذا كان عندك آيفون فاليوم بنزل لك 3 تطبيقات جديدة ما يتفوتون. أقل شيء أنت بتنزل 2 منهم إذا ما نزلتهم 3. تابعوا وياي. أول تطبيق هو تطبيق فيكس لاين. من خلال هذا التطبيق راح تتمكن من إنشاء مكالمات صوت أو فيديو بشكل مجاني وبدون معرفة رقمك. يعني أي شخص ممكن يتصل بك بدون ما يعرف رقمك أو حسابك من خلال رابط فقط. طبعا طريقة استخدام التطبيق وايد سهلة. أول شيء ممكن تسجل من خلال حسابك في جوجل أو الأبل آي دي. ممكن تسجل من خلال جوجل. بعد تسجيل الدخول مباشرة راح تظهر لك هذه الواجهة. ممكن تضغط على سكيب من الأعلى وبعدها راح تكون عندك هذه الصفحة. بعدها من الأسفل اضغط على ماي لينكس، من ثم اضغط على نيو لينك بهذا الشكل. ممكن تكتب أي اسمك أو أي اسم آخر. بعدين راح تلاحظ عندك عدة خيارات. أول خيار يقول لك بأن تبغى الاتصال يكون في وقت محدد أو في أي وقت، وأيضا سجل المكالمات ممكن تخليه نيفر. من ثم اضغط على انشئ الرابط، وحاليا راح يكون عندك هذا الرابط ممكن ترسله حق أي شخص. حاليا أنا شاركت الرابط على الجهاز الثاني. لاحظوا معي فقط أضغط على كول بهذه الطريقة. من ثم ممكن أضغط على ثاني خيار أو أول خيار عشان أنزل التطبيق. نحن ما نحتاج التطبيق، نكتب أي اسم من ثم اتصال. مباشرة الجهاز راح يرن. لاحظ معي هذه المكالمة مثل ما هو واضح. ممكن أرد، وطبعا الصوت والصورة واضحين بشكل جدا كبير. ألو، السلام عليكم. يلا مع السلامة. طبعا انت بس ترسل الرابط حق اي شخص وهو ممكن يتصل بك. ثاني تطبيق هو تطبيق ريلزي. التطبيق هذا فكرته انه يسوي لك ترندات مثل اللي تشوفونه في تيك توك او ريلز انستغرام وهكذا. هذا هو التطبيق. يعني كمثال ممكن نشوف الفيديو هذا او الترند هذا. لاحظ معي نفس الفكرة تماما. راح تلاحظ عندك مجموعة كبيرة من الترندات. انت ممكن تحدد الترند اللي تبغاه وتنفذه مباشرة بدون اي مجهود. فقط تضغط على اد ميديا وتضيف الصور بهذا الشكل عندك. من ثم تضغط على اضافة، وبعدها مباشرة التطبيق راح يجهز لك الترند مثل ما هو واضح. وهذه هي النتيجة. في آخر تحديث نزلتها أبل اللي هو iOS 16.1 أضافوا خاصية اللايف اكتيفيتيز أو الأنشطة المباشرة اللي تكون في شاشة القفل. مثلا لو انك طالب اوبر او شيء تشوف المسافة، لو انك تتابع مباراة تشوف النتيجة بشكل مباشر وحي من خلال شاشة القفل. فآخر تطبيق عندي اسمه بيتر ديسكتوب. التطبيق هذا يعطيك مجموعة من الأنشطة الحية. كمثال أول نشاط هذا جميل لأي شخص يداوم، موظف، طالب، أيا كان، يبغى يضبط الويدجتس هذا على ساعات دوامه. فممكن أول شيء يحدد الشخصية بهذا الشكل، من ثم متى يبدأ الدوام ومتى ينتهي. ولو تبغى مثلا تطبيق يرسل لك إشعار ممكن تعدل على الخط بهذا الشكل، الألوان وكل شيء. من ثم تضيف الويدجتس. طبعا لو كان عندك ايفون 14 برو راح يتفاعل مع الدايناميك ايلاند، وايضا راح يكون موجود عندك بهذه الطريقة في شاشة القفل، وايضا راح ينبهك يوم ينتهي الدوام. وفي امكانية انك تحط ويدجتس اخر من الموجود، ولكن لازم تحذف الاول. تدخل على الخيار هذا، من ثم تضغط على الناقص بهذا الشكل. بعدها ممكن تضيف اي ويدجتس اخر، وايضا ممكن تضيف صور من الاستوديو بهذه الطريقة. نضغط على تشوز من ثم نضيف، وراح يكون عندك بهذا الشكل. ختاما لو عجبك اي تطبيق ممكن تشاركه مع الاهل والاصدقاء. اضغط على اي سنابة ومن ثم ارسال.